السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو بتاعنا. وفضلا منكم وليس أمرا، لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشجعيني كده بلايك حلو منك. احنا طبعا ما صورناش عند الفراخ البيضة من زمان، فقلت النهاردة نصور معاكم واقول لكم عملت ايه مع الفراخ. النهاردة فراخنا عمرها 37 يوم زي ما انتم شايفين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. وانا كنت قايله لكم ان اول مره اجرب الفراخ الساسو مع الفراخ البيضه زي ما انتم شايفين اهوت. دي الفراخ الساسو كنت جايبه 5 فراخ اهيت مع الفراخ البيضه. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله. بس طبعا يعني 3 ايام كده ونذبح فراخنا البيضه. فالفراخ الساسو هسيبها كمان 20 يوم تمام، لحد كده ما تكون شالت معايا وزن كويس. فان شاء الله باذن الرحمن فاضل 3 ايام ونذبح الفراخ على عمر 40 يوم زي ما انتم شايفين اهوت. الفراخ ما شاء الله الوزن عندك ضايع والفراخ ضعيفه، ادخلي بقى شوفي الفيديو ده هتاخدي منه كده كم معلومه مفيده جدا. تمام. طيب الفراخ دي انا اتعاملت معاها ازاي؟ زي ما قلت لكم كده. طبعا اهم حاجه خلطه البصل. خلطه البصل دي احنا متعودين عليها كل يوم الصبح. تمام. بصل وتوم وليمون وبنجر. بصلايه كده كبيره و3 فصوص من التوم وعليهم نص بنجرايه وعليهم ليمونتين. تمام. الايام دي الليمون رخيص مش غالي، فحطي ليمون ما تستخسريش. تمام. اهم حاجه خلطه البصل والثوم والليمون والبنجر دي كل يوم حطيها الصبح. عايزه اقول لكم الخلطه دي بقى رافع مناعه، حلوه جدا جدا عشان البرد. عايزه اقول لكم بترفع الوزن بطريقه غير معقوله، بتخلي كده فراخك يومها بيومين. تمام. دلوقتي بقى يعني اهم حاجه الخلطه دي اعتمدي كده عليها من اول 7 ايام لحد يوم ما تذبحي الفراخ البيضه. وبتخلي يا بنات طعم اللحم بتاع الفراخ طعمه زي السكر، ولا بتخلي بقى في الفراخ زفاره ولا اي حاجه من دي خالص. واهم حاجه برطمان البهارات اللي احنا بنعمله مع بعض. البهارات دي عباره عن ايه؟ ب10 جنيه من الكركم، ب10 جنيه كزبره ناشفه، ب10 جنيه كمون، ب10 جنيه قرفه. تمام. وب10 جنيه قرنفل. اطحني القرنفل وخدي بقى البهارات دي كلها قلبيها على بعضها وحطيها ببرطمان. وكل يوم بالليل حطي معلقه كبيره من البهارات وعليها معلقه من العسل الاسود ومعلقه من الخميره. تمام. البهارات احنا بننزلها من عمر 10 ايام، بس العسل والخميره هنزله على البهارات من عمر 15 يوم. ما تحطيش خميره وعسل قبل ال15 يوم، احنا بننزل بس اليوم السابع عشان نغير بقى، نخلي الفراخ كده نغسل المعده بتاعتها، فبنعمل ايه؟ العسل والليمون. اليوم السابع بس بننزل لهم معلقه صغيره من العسل وعليها ليمونيه، بنعصر كده ليمونيه كبيره وندوبهم مع بعض كويس وننزلهم سقايه للفراخ العمر السابع. تمام. دي بقى عشان خاطر طبعا الفراخ احنا كنا منزلين مضاد حيوي، فنشيل بقى من معدتهم المضاد الحيوي ده خالص. تمام. بنبدأ بقى من بعد اليوم ال15 ننزل لهم عسل اسود وخميرة على معلقة كبيرة من البهارات. دي بننزلها بالليل. طيب في نص النهار خلصوا بقى السقاية بتاعة المية، نحط لهم ايه عندك؟ ليمون ونعناع. الليمون والنعناع حلو جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ليه فوائد كتيرة جدا. ممكن تغلي النعناع وتنزليه في السقاية، ممكن تعصري ليمونتين كبار وعليهم معلقتين من العسل الاسود وتدوبيهم كويس جدا ونزليهم سقايه للفراخ. العسل عايزه اقول لكم مفيد يا بنات، مفيد جدا جدا وفوائده كتيره جدا. تمام. وطبعا البهارات دي اوعي تستغني عنها خالص. هنا انا سايبه الفرشه كده متوسخه لان خلاص فاضل يعني 3 ايام واذبح، فقلت بقى نسيب الفرشه كده، مش لازم ان انا اغير لهم الفرشه لان بصراحه يعني ما عنديش نشاره متوفره. تمام. وبعمل ايه بقى قبل اهم حاجه ما تذبحي الفراخ ب3 ايام؟ نزلي البصل والثوم والليمون والبنجر ده بالليل
وبالنهار. تمام. انا عملت ايه، ضربت كده كميه حلوه من البصل والثوم والليمون والبنجر، ومسكتها خدت عصرت الميه بتاعتهم حطيتها في ازازه، والتفل بدات ان انا انزله بالليل وبالنهار على العلف. تمام. واللي انا حطيته في الازازه العصاره بتاعت البصل والثوم والليمون والبنجر، باخد منها فنجان صغير على الميه كل يوم الصبح. تمام. دي حلوه جدا لو الفراخ بقى بتاعتك عندها برد، هتشيل البرد خالص من جسم الفراخ، وبتخلي طعم الفراخ زي السكر. تمام. وهنا الفراخ الساسو زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله حلوة. يعني كان في عايزة اقول لكم 2 ضعاف جدا بسم الله ما شاء الله اهو. ده ده اللي كان ضعيف اللي جوه ده، واللي هناك جوه ده كمان كان ضعيف. بس عايزه اقول لكم ما شاء الله، لا يعني الوزن بتاعهم زاد وحلوين. فانا هسيبهم بعد ما اذبح الفراخ، هسيبهم هنا عندي كمان 20 يوم. بعد ال20 يوم هبدأ بقى ان انا نذبح منهم. بس هاخدهم هحطهم في مكان على جنب، الخمسة هحطهم كده مع بعض في مكان على جنب زي ما انتوا شايفين اهو. ما شاء الله فراخ الساسو اهم حاجة نوع الفرخ يكون كويس. اعرفي ان الفرخة هيشيل معاكي ويبقى كويس جدا. وعايزة اقول لكم يا بنات كمان، يعني اول مرة نجيب فراخ من زمان ما جبتش فراخ ونوعها، يعني الفراخ دي كمان مش حلوة، يعني نوعها مش كويس. هو الفرخ كويس طبعا لان احنا حاطين له اعشاب وما شاء الله مظبطينه، يعني حاجه كده من الاخر. بس نوع الفرخ لو كويس كان شال معايا وزن دلوقتي 4 كيلو و4 كيلو ونص كمان، زي ما كنا بنطلع مع بعض الدورات اللي قبل كده. بس نقول الحمد لله مش كل مره طبعا ان هي ايه هتبقى معايا، يعني الوزن يكون كويس، لازم كده مره من المرات الوزن يقع معايا. تمام. فالوزن لو ضايع عندك الفراخ دي، عايزه اقول لكم اقسم بالله لو انا ما بحطلهاش الاعشاب. وعليكم بقى بالكركديه، الكركديه ده عايزه اقول لكم فوائده كتيره جدا جدا. تمام. فوائده كتيره جدا. طيب انت قلتي هقول لكم لو الوزن ضايع هتعملي ايه. الوزن لو ضيع عندك عليكي بخلطة الخميرة والعسل. مشروب الخميرة والعسل عايزة اقول لكم يا بنات بيرفع الوزن بطريقة غير معقولة. لو الفراخ بقى يعني الوزن ضعيف جدا، نزلي بالليل كل يوم عسل وخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة وعليها معلقتين من العسل. دي بالنسبة للكمية اللي عندك. لكن لو عندك 10 فرخات او 8 هتحطي حاجات بسيطة من العسل، يعني معلقة من معلقة الشاي وعليها معلقة من معلقة الشاي خميرة. لكن انا عندي هنا ما شاء الله كمية كبيرة مش صغيرة. تمام. فنزلي بالليل عسل وخميرة، ولو لقيتي فيه اي اسهال وقفي العسل والخميرة وعالجي الاسهال الاول، وبعد كده ابدأي ان انت تنزلي لهم المشروب ده. حلو جدا يا بنات، بيرفع الوزن وما شاء الله بيخلي الفراخ يومها بيومين. وطبعا كلكم عارفين ان الخميرة لها فوائد كتيرة جدا، والعسل حلو جدا فاتح شهية وحلو جدا جدا. الصبح انا حاطه لهم على الميه زي ما قلت لكم العصير بتاع الخلطه، خلطه البصل والثوم والليمون والبنجر. خدت كده فنجان صغير على السقايه، وهنا زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله اهي. الخلطه دي يا بنات انا ما بقدرش استغنى عنها خالص. هنا بقى انا حاطه حته رخامه لان الفراخ الساسو بتطلع تقف على العلفات. تمام. فمش عايزاها تعمل حمام وينزل في العلف والفراخ تاكل منه ويبوظ لي الدنيا. تمام. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم. فضلا منكم وليس امرا، اشتركوا في القناه لو اول مره تشوفي قناتي، ولو لسه ما ضغطتيش كده على الفيديو وعملتي لي لايك اعملي لايك حلو منك. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.